العلاقات بين المغرب ومصر تأخذ منحا جديدا في عالم جديد يتشكل وخرائط تتغير، فمهددات الأمن القومي لكلا البلدين نتيجة التغيرات التي يعيشها الشرق الأوسط استدعت كلا البلدين إلى رفع درجة التعاون العسكري بينهما، وقد اكتسبت مكانة مؤثرة خصوصا في مجال الصناعة العسكرية المتطورة. ففي اجتماع شهدته العاصمة المصرية مؤخرا أجرى وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري محمد صلاح الدين مصطفى محادثات مع سفير بلاده لدى المملكة المغربية تمحورت حول فرص الاستثمار وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والمغرب في المجال العسكري. اجتماع ركز بشكل رئيس على استكشاف فرص توسيع حضور الشركات المصرية المتخصصة في الإنتاج العسكري داخل السوق المغربية، مع التركيز في الوقت نفسه على جذب الاستثمارات المغربية إلى السوق المصرية. وسجلت ميزانية الدفاع لكلا البلدين خلال السنوات الخمس الأخيرة قفزات نوعية، وذلك في سياق استراتيجية كلا البلدين لتطوير الصناعة الدفاعية وتنويع مصادر التسليح، فضلا عن تغطية نفقات شراء وصيانة المعدات العسكرية. هذا التنسيق العسكري المشترك. لا، ليس العلاقات المغربية المصرية هي قديمة تاريخيا مغرقة في القدم، لكن أن يصل الأمر إلى تطورات أكثر أهمية خاصة في الميدان العسكري، لأن الذي كان مفروضا بالأساس هو أن تكون هذه العلاقات على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الثقافي وفي إطار الدبلوماسية الموازية من خلال الشركاء والمستثمرين إلى آخر ذلك من المجالات. لكن في الميدان العسكري أعتقد أن أول لقاء قوي بين المغاربة والمصريين كان في حرب أكتوبر المجيدة سنة 1973، عندما واجه المغاربة جنب إلى جنب القوى الإسرائيلية في حرب أكتوبر. وبالتالي منذ ذلك التاريخ ظلت العلاقات المغربية المصرية على مستوى التعاون العسكري قائمة في عدة مجالات. اليوم اللقاء الذي قام به السيد محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدفاع المصري، وللأسف هذا اللقاء كان ينبغي أن يكون على مستويات عليا مع مثلا رئيس القيادة العليا المغربية ومع مفتش العام للقوات المسلحة الملكية، لكن الآن هذا بمثابة جس نبض إن كنا نأخذ هذا بعين الاعتبار. لقاؤه مع سفير مصر في المغرب ليبلغه بأن هناك رغبة قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي العسكري بين المغرب ومصر. أعتقد أن هناك مجالات مهمة. طيب، وضع المقاطعة طالما أنك أشرت إلى الموضوع بالقول أن في الموضوع جس نبض، هل تعتقد أن جس النبض سيعطي نتائج قريبة في الفترة القادمة؟ هذا ما نتمناه. أقول جس نبض لأن العملية الآن هي في عملية إطار دبلوماسي مصري، وإبلاغ السفير بهذه المهمة هذا سيفتح المجال بكل تأكيد لتعاون أوسع، لأن مصر لها إمكانيات مهمة في الكثير من مجالات الصناعة العسكرية يمكن أن يستفيد منها المغرب. كذلك المغرب منفتح بقوة على الأسلحة الأوروبية والأمريكية، وتذكرون مؤخرا أن السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.